الحياة والعمل به، فإن الأمن لا سيما ما نتحدث عنه اليوم في مفردة العمل يحتاج إلى الفكر، وبالفكر يستقيم الاعتقاد. نحتاج إلى كل هذه الموارد التي ذكرها. السفر للمعرفة اليوم متاح أمام الجميع. سماحة الشيخ، ما المقصود بالحصانة الفكرية في السياق الديني؟ الحصانة الدينية أن يمتثل الإنسان تكليفه العلمي والفكري، فيفهم حقائق الدين من جهة، ويحصن نفسه عن الشبهات وعن الإشكاليات المثارة حول الدين عقيدة وشريعة وسلوكا، وذلك بالاعتماد على معطيات وهدي الوحي الإلهي. وبالتالي يكتسب الإنسان حصانة ذاتية عن أن يتأثر بأي فكرة وشبهة، سواء كانت وافدة أم مستوطنة. واقعا احنا بأمس الحاجة المؤسسات الدينية يجب أن تواكب العصر، وهو بتكثيف الندوات والمؤتمرات والجلسات العلمية، وكذلك الدخول إلى الجامعات وإرشاد الطلبة. فيحتاج مع مواكبة هذه الأمور يحتاج أنه تكثيف هذه الأمور، مثل عقد هذا الموسم الثقافي المهم اللي قامت به أمانة مسجد الكوفة، أنه يجلبون الطلبة ويتكفلون بنقلهم ويجيبوهم هنا، وذول طلبة أقسام داخلية وهم أجوا إلى مدينة العلم والمعرفة، مدينة النجف الأشرف. حقيقة أن المعرفة الأكاديمية ممكن أن ترفع بناء الوعي الإنساني ولا سيما الأكاديمي عن طريق دمج هذه المعارف ومعرفة الصالح ونقاط الالتقاء، وهذه المعارف الحقيقية التي تعطي الأهداف وبناء الأفكار والبناءات الممكنة توصل القارئ والمثقف وكذلك الطالب إلى نقاط مهمة جدا نحتاج إليها في ظل هذه الهجمات الفكرية والثقافية الموجودة. شو اللي خلاك تحصل هاي الجائزة؟ هو جواب على السؤال اللي طرحه الشيخ، هو الحصانة الفكرية ومسؤولية الإنسان بالمجتمع. فهذا كان السؤال لي، وكان جوابي هو كل إنسان إلى نقطة معينة أو فعل معين اتجاه المجتمع. مرتبة الملائكة في لطفه وكرامته لما خلقنا على التعقل والتدبر